يتقدمون. بورنموث يفعلونها. بورنموث يسجلون في الكرة الماضية. كروبي المميز كروبي يسجل هدف العاشر، هداف الفريق. فاز نادي بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد على أرسنال اليوم السبت 11 من شهر إبريل عام 2026 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإمارات. وسجل الهدف الأول اللاعب إيلي جونيور كروبي في الدقيقة 17 ليمنح فريقه تقدما مبكرا. ضربة جزاء، حركت اليد كريستي هنا، هل يفعلها الآن؟ الله! أرسنال طلقة كهذه تكفي للعودة. وفي الدقيقة 37 تمكن فيكتور جيوكيريس من تعديل النتيجة لصالح أرسنال. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ هذا المذهل. وفي الشوط الثاني أحرز بورنموث الهدف الثاني الذي حسم به اللقاء لصالحه، وتعد هذه الخسارة مفاجأة كبيرة لأرسنال في صراع الصدارة، حيث تمثل ضربة قوية لآماله في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم. أما بورنموث الذي يحتل مركزا متوسطا في جدول الترتيب فقد نجح في الصمود وتحقيق فوز يعد تاريخيا نسبيا على ملعب الجانرز. محمد، بورنموث الحقيقة يستحق الاحترام والتقدير على هذه المباراة. فوز مستحق الصراحة، فريق منظم، فريق شرس. ال 22 يوم برضه اللي واخدهم راحة فرقوا مع الفرقة. عنده 2 نص ملعب، كريستي وسكوت اللي على الشاشة ده لعيب ايه في اتش الكورة، وعنده ذكاء، وشفنا الهدف الثاني معمول حلو قوي مع ايفانيلسون. فالفريق منظم، حتى لما بيجي ضغط عالي منظمين. لما يجي في مثلا ارسنال يلعب الكره الطويله عشان يكسر الضغط، تلاقي الكره الثانيه بتاعتهم موجودين في نص الملعب ياخدوها. خيمينيز ناحيه اليمين، باك رايت، والعديد من اللاعبين المميزين. فاعتقد انه فوز مستحق صحيح للفريق اللي واثق من نفسه، الفريق المتحرك، الفريق اللي ما بين ضغوط. فاعتقد ده اداء كبير، وخاصه الموجود على الشاشه نجم المباراه، اللي متحكم في الريتم، اللي دايما ما فيش خطا في الباص، تحت الضغط ما بيقلقش. فاعتقد اداء كبير لهذا الفريق. وايراولا اللي دايما فرقته عندها هويه واسلوب لعب مميز، ما بيخافش حتى قدام الكبار. فاعتقد انه اداء كبير ومستحق هذا الفوز. نعم. لان ارسنال بيلعب بيخاف من حاجه الا وهي الخساره.